بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الحمام المحشي رز بطريقه سهله وسريعه ومختلفه شويه عن اللي احنا متعودين عليها. مش هسوي الرز. احنا طبعا متعودين ان احنا بنسوي الرز الاول قبل ما بنحشي بيه الحمام. انا هعمله من غير ما اسوي الرز نص سوا. هعمله كده ني في ني زي ما بنقول، وهيطلع معانا مستوي جدا ومفلفل. وهقول لكم ازاي الطريقه. تابعوا معايا الفيديو وان شاء الله الفيديو يعجبكم. هجهز الحمام بتاعي. طبعا غسلاه كويس جدا وكنت نقعاه في الميه وملح ودقيق ومعلقه من الطحينه عشان ما يكونش فيه اي زفوره. بنسيبه منقوع شويه في الميه مش اقل من نص ساعه، وبعدين نشطفه كويس جدا ونصفيه من الميه ونبدا بقى نجهز الحشوه بتاعتنا. معايا هنا على كل حمامية تقريبا بتاخد نص كوباية من الرز. نقع الرز وغسلاه كويس جدا. تقريبا كنت نقع الرز مش اقل من نص ساعة. لازم ننقع الرز بقى هنا في الخطوة ديت نص ساعة، لان انا كده مش هسوي الرز، فهسيبه لحد ما يطرى شوية مع مية النقع بتاعت وانا بغسله يعني. وهحط عليهم بصلايه كبيره مقطعاها مكعبات صغيره، وحطيت معلقه كبيره من الملح ونص معلقه من الفلفل الاسود ومعلقه كبيره من السمنه البلدي ومعلقه كبيره من الزيت النباتي. هقلبهم بقى كده كويس جدا لحد ما اغلف الرز كله بالسمنه البلدي والزيت اللي احنا حطيناه. اول ما الاقي الرز اتغلف كده كله بالسمنه واتشرب من السمنه والزيت، كده هيكون هو كده جاهز معايا. هبدأ بقى اجيب الحمام بتاعي واحشيه. طبعا احنا بنحشي الحمام ما بنملاهوش قوي علشان ما يفرقعش معانا ويتفتح والرز يخرج منه. فاحنا يا دوبك كده حاجة بسيطة جدا، يعني ما نفضلش نضغط على الرز ونفضل نحشي الحمامية رز كتير قوي. لا كده هتفرقع معانا لان احنا عارفين ان الرز بيزيد. وكمان عايزه اقول لكم على حاجه، الرز هنا انا مش يعني مش مزوداه عشان اسوي منه اقدمه مع الحمام. فانتوا لو هتزودوا الرز عشان تقدموه مع الحمام ما تحشوش كده، زي يعني يفضل ان انتوا تحشوه على طبق عشان ما تزفروش الرز كله. انا هنا الرز اللي انا مستخدماه لحشوة الحمام بس. هنبدأ نحشي الحمام كده بالطريقة اللي انتوا شايفينها. ناس كتير بتقولي انت ازاي بتحشي الحمام كده وما بيطلعش معاكي الرز ني، احنا لازم نسويه نص سوا. لا بجد والله انا مفيش ولا مرة عملت فيها الطريقة الحمام بالطريقة دي وطلع مني الرز ني. جربوها وقولوا رأيكم وان شاء الله تعجبكم. كمان التوابل بتاعه الحمام انا حطيت ملح وفلفل اسود بس. لو حابين تحطوا رشه قرفه بتدي لها طعم حلو جدا، بس انا عندي ولادي ما بيحبوش القرفه فحطيت ملح وفلفل اسود بس. هنحشي الحمام كله بالطريقه اللي انتوا شايفينها كده، وزي ما قلت لكم مش هنملى الحمام قوي رز عشان ما يفرقعش معانا. بعد ما نحط الرز كده نضغط على البطن كده هو شويه عشان نوزع الرز ويبقى البطن كلها متساويه. شايفين ازاي الطريقه دي كده. هنبدا بقى نقفل الحمام. طبعا تقفيله سهل جدا. الجلد بتاع الحمام بيكون طري، فاول ما بنمسك الرجل بتاعه الحمام وندخلها كده في الجلد بتقفل معانا بكل سهوله، وده بيكون شكله. هنخلص الكميه كلها بنفس الطريقه. هنا خلصت كل الكمية. شايفين انا هنا مش مالية الحمام رز قوي لان الرز بيزيد. كده خلاص انا خلصت الكمية كده كلها، وده كده كان شكلها. هنبدأ بقى نجهز معانا مية سخنة تكون بتغلي. هحط فيها بصلاية وورق لورا وحبهان. لو عايزين تضيفوا معاها اي حاجة تانية تقدروا تضيفوا، ممكن تضيفوا جزر، ممكن تضيفوا مستكة كمان. لو عايزين تحطوا براحتكم. وحطيت ملح وفلفل اسود بس.
طبعا احنا بنظبط الملح على حسب الرغبة، يعني احنا بنحط شوية من الملح وبعدين بندوق الشوربة بتاعتها، لو حسينا انها محتاجة لسه ملح فبنزود ملح، يعني ما نزودش الملح على طول في اول مرة عشان الحاجة ما تطلعش حادقة معانا. هنبدأ بقى نحط كمية الحمام كده كلها في المية، ولازم المية تكون سخنة. هسيبه بقى يغلي، واول ما يغلي بالشكل ده ههدي عليه النار خالص، واسيبه تقريبا مش اقل مثلا من ساعة الا ربع، ساعة الا ربع على نار هادية خالص، نسيبه يستوي براحته. وهنا ده كده كان شكله بعد ساعة الا ربع، شايفين كده ده كان خلاص شكله استوى، وشايفين طالع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هطلعه بقى واسيبه يبرد خالص يهدى، وبعدين ابدا احمره. معايا هنا معلقه كبيره من السمنه البلدي، هحط عليها معلقه كبيره كمان من الزيت، ونبدأ نحمر. طبعا التحمير على حسب رغبة برضك كل واحد، يعني في ناس بتحبه متحمر قوي، وفي ناس بتحبه تحميرة بسيطة، وفي اللي هي الوسط زي اللي انا عملتها ديت، ياخد اللون الذهبي كده وهخرجه على طول. بعد ما ياخد اللون اللي انتوا شايفينه ده، انا شايفة اللون ده كده بيكون حلو بالنسبة لي. عايزين تزودوا درجة التحمير او تقللوها دي ترجع لكم. في ناس كمان ممكن تدهن الوش بتاع الحمام بمعلقة صلصة وشوية ملح وفلفل اسود وزيت، برضك بيديلها لون حلو جدا، بس انا مع السمنة والزيت بيطلع معايا باللون ده فبكتفي بيه. وده كده كان خلاص شكله بعد ما خلص. لو في حد بيعمل الحمام بالطريقة بتاعتي ديت يا ريت يعرفني في الكومنتات، ولو مفيش حد بيعملها كده يا ريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم. وان شاء الله يا رب الفيديو يكون عجبكم. وكده خلاص نكون وصلنا لنهاية الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله.